تذكرت لما كنا احنا صغار، لما يجي يوم السفر ما كنا ننام، حنركب طيارة ونقعد نفكر في الطيارة. خلاص طبعا مكيفين رايحين اصلا روحة المطار هاي كانت عبارة عن اجازة لحالها. خلاص توصل المطار هيك يما شوف الطيارة تصير امك تسلك لك تقول لك اه يما تصير تقول يما هاي الطيارة، تقول لك طيارة. تصير تقول شوف هاي الطيارة، بس تقول لك خلاص فهمنا انه في زفت على راسك وراس تقعد في الطيارة وتصير هيك على الكرسي، هيك طاغية على الكرسي. الله الله. اسمعوا، لما كنت في الطيارة كنت أنا من النوع الزيني، خلاني أطلع على اللي وراي، بس يقول لي خلص عمو خلص، خلص عمو خلص. خلاص تقلع الطيارة والناس كلها خايفة إذا تموت وأنا هيك. وتصير بتقول لي تنكشك هاي قرصة الفلسطينيين، ولك خلص اقعد ساكت، خلص اقعد ساكت. كون انت زينك بديش. طلع هيك في امك فوق، بديش اقعد ساكت، بديش اقعد ساكت، بديش والله انا احكي لابوي بس اشوف، تصير امك تقول لك هيك تعمل لك هاي الحركه. شيء ساعي معنا، خلاص اضربيني وخلصي. بتصير الام تتحسر على الساعه اللي جابتك فيها، بصير تقول لك وكريتني خلفت بس كلت. كل هاد كوم بعد ما تتصرمى وينمسح فيك البلاط. بعرفش ليش هذا الزلمه اللي بيقعد وراك في الطياره ده شخصيه رهيبه، بضلك تطلع عليه، بتهبط الطياره وبتروح تختم الجوازات وانت بتدور عليه، تطلع عليه يا اخي ايش بدك. مره حجرت لواحد ختم جوازه وطلع في التاكسي، واحنا في وهيك شايفينه وانا في الشباك خبط له. او احلى شيء لما تصير امك في المطار تقول لك بدك تروح الحمام، تقول لا ما بدي اروح الحمام، تروح الحمام لا بتركب الطياره يا ما تروح الحمام، يلعن ابو. تشرجرك قدام الناس من دارك، تعال شوف طبعا هذا حمام الطياره هالقد، خلاص يعني لو دخلت انت وامك خلاص بصير وجهك في وجهها. لا وكلكم لما تاخذ اخوك الصغير حمام الطياره بترفعه خلاص شغله طرطشه يمين شمال في السقف في المرايه ولا انه يجيبها في الكاميرا. تطلع من من حمام الطياره مبين انك عامل مصيبه من وجهك، مبين خلاص كل الناس بتطلع عليك هذا عامل مصيبه، بسرعه اكشفوا على. بعدين بيجيبوا لك الاكل، بتصير امك تحكي لك انا بطعمي، بتقول انا بعرف اكل لحالي، او تحط الاكل وقت وقعه بصير ايد امك. ايش حكيت لك؟ كيف حكيت؟ كثر ما بتنهرج من الضرب ترد مره ثانيه، طلع اللي وراك.